تعد محافظة شقرة الواقعة في إقليم الوشم بقلب نجد من أهم الحواضر التاريخية في المملكة العربية السعودية. اشتهرت عبر العصور بموقعها الاستراتيجي على طرق التجارة ومركزيتها العلمية وإرثها العمراني النجدي العريق. اكتسبت اسمها نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يطل عليها من الشمال، ولأن معظم تربة المنطقة يغلب عليها اللون الأشقر. يقول أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ورأيت منه خطابا يستنهضهم للحمية للدعوة وعدم الانقياد لأي قوة من قوى التجزئة، فانتفضوا انتفاضة الأسد وتحمسوا للدعوة، وكان منهم القادة العظماء في مغازي الدولة السعودية وفي فتح عمان وفي حفر الخندق أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم عند تجمع الأحزاب، وذلك في حرب شقراء ضد الباشا. وهكذا حصنوا بلادهم حتى رأيت مخابيط المدافع قطعا من الحديد تزن الواحدة 20 كيلو على الأقل، ثم التحموا بأئمة الدعوة لا على أساس أنهم طلبة علم، بل على أساس أنهم علماء ذوي اختصاص كالشيخ إبراهيم العيسى شارح النونية وابنه أحمد، وما جعله الله على يده من الإصلاحات الدينية في الحجاز. وكان آل أبو بطين كلهم علماء ذو ورع. ولما زار أحد الرحالة المنطقة الوسطى وطاف بها حكم بأن شقرة تضارع الدرعية ثم الرياض في العلم، بل تكاد تتفوق على الرياض. وللأسف أن أبناء هذه المدينة الجهورية لم يحتفظوا بمخطوطاتهم وبثوها في الآفاق. ولا آمن أن إبراهيم باشا حمل بعض مخطوطاتهم في غزواته الآثمة كما فعل مع الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ عام 1200 و 1233 حسب ما ذكر سادلير. وقد ذكر أنه شكل لكتب أئمة الدعوة لجنة من قبل إبراهيم باشا في المدينة المنورة، فبعضها أحرق وبعضها أودع في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة وهو القليل، وبعضها أرسل إلى القاهرة والأستانة. وجاء فضيلة الشيخ ابن جارد رحمه الله تعالى قاضيا في شقرة، فتعاون معه الجماعة في تأسيس نواة المكتبة العامة، فتيسر لهم بعض المخطوطات. وقيض الله في العصر الحديث الأستاذ يوسف المهنا وزملائه فنبشوا ووجدوا بعض الأوراق الخطية والمؤلفات الخط وأكثرها من التاريخ. ولدى أهل الشقرة ما لا يحصيه إلا الله من الوثائق، لأنهم ذو عمق سياسي مع دولتهم وعمق تجاري مع العالم، والرسائل لا حد لها في هذين الجانبين. وهذه الرسائل هي الوثائق بمفهوم العصر الحديث، ولكن القوم شحيحون بما لديهم من الوثائق. ويقول عبد العزيز العويد في كتابه ما لم يكتبه التاريخ: بعد انتصار الملك عبد العزيز رحمه الله في معركة السبلة وأثناء عودته إلى الرياض مر على شقرة، فحل ضيفا عند الوجيه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن علي السبيعي، وهو من الفاضل من غرير من بني خالد رحمه الله. ودعا الملك عبد العزيز أسرته ليأتوا من الرياض ويمكث في شقرة، فظل الملك عبد العزيز مقيما في قصر عبد الرحمن بن عبد الله السبيعي، وكانت منه ترسل المواد الغذائية وما تحتاجه أسرته المقيمة معه في شقرة حتى رجع إلى الرياض بعد ذلك. عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن علي السبيعي المولود في حدود سنة 1317 هو أحد مشاهير القادة السياسيين والتجاريين في نجد. تبوى منصبا رفيعا في شقرة، فبعد وفاة والده الوجيه عبد الله بن محمد السبيعي رحمه الله، والذي كان قائما على بيت المال في شقرة، عينه الملك عبد العزيز ليكون قائما محل والده، فاعتنى بقصر بناه والده من قبل. هذا القصر يعد اليوم معلما تاريخيا وسياحيا في منطقة شقرة، وقد رمم أكثر من مرة، آخرها في حدود
سنة 1421 هجري بلغ الوجيه عبد الرحمن بن عبد الله السبيعي هل من الوجاهة السياسية والتجارية والاجتماعية ما جعله محل احتفاء وتقدير عند الملك عبد العزيز أولا، ثم عند القادة السياسيين، ثم عند عموم أهل شقرة وغيرهم. حظي الوجيه عبد الرحمن بن عبد الله السبيعي رحمه الله بالإضافة إلى شهرته التجارية بمحبة الملك عبد العزيز، ولذلك لما صار قائما على بيت المال استمر فيه ما يقرب من 14 عاما إلى منتصف الثلاثينات الميلادية، إلى أن جاء تعيين وزارة المالية، فرأى الملك عبد العزيز رحمه الله أن يتخذه مستشارا ومرافقا خاصا له، فصاحب الملك عبد العزيز في حله وترحاله وأقام معه أثناء وجوده في مكة. بل إن الملك عبد العزيز لما جاءته سيارتان أهدى سيارة لابنه نائبه في الحجاز الأمير ثم الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وأهدى السيارة الأخرى لصاحبه وخليله القائم بأعماله في شقرة في ذلك الوقت الوجيه عبد الرحمن بن عبد الله السبيعي رحمه الله، والذي من بره بأمه أهدى السبيعي هذه السيارة لأمه بنت السدحان رحمه الله حتى يسهل عليها ذهابها من قصرها إلى المسجد الحرام لتصلي فيه. فكانت سيارة والد الوجيه عبد الرحمن السبيعي إذا جاءت عند المسجد الحرام ضرب لها العسكر التحية، يظنون أنها السيارة التي فيها الملك فيصل لتشابه السيارتين، فكانت الخالة تتعجب من هذه التحية والحركة الغريبة التي لم تألفها في ذلك الوقت، فسألت ابنها عن ذلك فقال هذه تحية عسكرية وهي تحقها بطبيعة الحال. ظل الوجيه عبد الرحمن السبيعي رحمه الله ساعيا في قضاء حوائج الناس، حريصا ما يصلح أحوالهم، كثير البر والمعروف في نواحي المملكة العربية السعودية في شقراء على وجه الخصوص، إلى أن توفي رحمه الله في حدود سنة 1384، وقد كرمته المملكة العربية السعودية بأطلقت اسمه على شارع في مدينة الرياض. ويكتب المهندس عبد الرحمن الفاضل وقصة تسميته بالسبيعي هي كالآتي: في يوم من الأيام غزا بعض الحنشل السراق على بعض الجماعة في محافظة شقرة، وهب الجماعة لاسترداد غنمهم من الحنشل، وقد استطاعوا ذلك. وخلال عودتهم بالغنم للديرة كانت عجوز سبيعية تنتظر استرداد غنمها، فلما رأتهم وكان من بينهم الجد محمد الفاضل وقد أبلى بلاء حسنا في استرداد الغنم، فقالت على الفور: والله إن هذا أمه سبيعية وصفا لشجاعته. وصار الجماعة يسمونه محمد السبيعي، واستمر أبناؤه وأحفاده يحملون هذا اللقب إلى أن تم تعديل اسم العائلة إلى الفاضل بناء على خطاب من الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا للرياض رحمهم الله وأسكنهم جنات النعيم.